هذا يدفعنا أيضا سيادة الرئيس إلى السؤال عن أسلوب الحوار أو التعامل مع الصحافة. يعني ما هي حدود أو مساحة الحرية المسموح بها للصحافة في جمهورية مصر العربية؟ يعني السؤال ده ما تسألونيش، ده أنا السادة يسألوا لك. ده في صحافة بتشتم فينا وبتنتقد رئيس الدولة نقد ما يصحش يتقال. نعم. وأنا كرئيس ممكن عندي صلاحيات أقدر أستخدمها، لكن لا، أنا ببص للمستقبل، مستقبل بعيد، ومش عاوز يغلط واحد أو من ناخد إجراء. عاوز الشعب يتعلم عشان يقدر يفهم الصح من الخطأ، ويقدر يحكم على صحفيه وكتابه مين كويس، مين يعني بيدور على مصالح ذاتية بهذا الأسلوب. يعني مرة واحد من الكتاب كتب وهاجمني جامد كده، الناس كانوا متوقعنا اقبض عليه واحط في السجن. لا لا لا، دول لا لا، الشعب هيقرا وهيعرف. انت عارف لو كنت قبضت عليه برضه يا ريس ما كانش ليك حق يعني، ويعني ليه يعني بتاع سبتوا الناس بقت تغلي وما تسيبوش. لا ما تسيبوش، اسيبه امسكه اعمل بيه؟ لا، اعرفوا انتوا بقى الصح وغلط، وبالتالي الشعب يتعلم الحكم الصحيح على كتاب وصحفيين. أعتقد فالقدر الحرية في الصحافة كبير قوي. نعم. وبعدين احنا العلاقة بيننا وبين الصحافة بالعكس، ما ساعات بينتقدوا في الصحف القومية وينتقدوا أكثر من الصحف الحزبية. والنتيجة إيه؟ بقول لإخواننا المسؤولين اقعدوا اشرحوا لهم وفهموهم وناقشوهم. أنا بلتقي من آن لآخر مع كبار الكتاب ومع كبار الصحفيين ويسألوا أسئلة حرة زي ما عاوزين يسألوا، واشرح لهم الموقف، أقول لهم يقنعوني يقنعوا، وما بمشيش لما أقول له لا، ما اسيبش سؤال لما أقول له يا تقنعني يا أنت مقتنع يا أنا مقتنع. لازم احنا نطلع مقتنعين، واسأل زي ما أنت عاوز، وبتني قاعد لما يبطلوا أسئلة وحوار. واحد ما خافش من الحوار، هو هيستفيد وأنا هستفيد. أعرف الآراء، وقد يكون عنده مفاهيم خاطئة أو قد يكون عندي أنا مفاهيم خاطئة نتكلم فيه. أعتقد سيادة الرئيس أن القضية في تصوركم أو كما يبدو من حديثكم مرتبطة بالوعي والنضج السياسي. يعني إلى متى تعتقدون أن ستستمر يعني هذه القضية؟ قضية فتح كل الأقلام أو السماح لكل الأقلام بأن تكتب كل ما تريد دون التدخل فيها، حتى ولو كان ما تكتب غير مطابق للواقع وللحقيقة. والله أنا طول ما أنا موجود يعني الحمد لله أنا برسي هذه القواعد، ما بحبش الدخل. نشرح، يصح واحد يكتب مقالة غلط نرد عليه في مقالة أخرى ونوضح له الحقائق. ويجي في الخطابات الرسمية مثلا لما كنا نحول خطاب ولقيت بعض حاجات يعني كبيرة قومية بشرحها بصراحة واترك الشعب الحكم. دول قالوا كذا، الحقيقة اهي، واللي مش مصدق يسأل على الحقائق 1 2 3 4، روح ذاكر الحقائق بلا شيء واترك الحكم للشعب. هي إذا قضية حوار متواصل. طبعا، والحوار ما هي الديمقراطية. نعم.